السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا. الواحد ما كانش ليه نفسي الفترة اللي فاتت ينزل حاجة من الأحداث اللي بتحصل دي. ربنا ينصر أهل غزة يا رب. بس الواحد لازم يستمر. تعالي كده نقول النهاردة على فكرة حلوة جدا لترتيب الدواليب واستعدادا لدخول الصيف والشتاء. هنرتب بس الدواليب الأول وبعدين نبقى نشوف موضوع الصيف والشتاء ده في فيديو تاني. هقول على فكرتين حلوين جدا لترتيب الدواليب، فكرة للصبيان وفكرة للبنات. هتخلي الأولاد هم يعرفوا بنفسهم يجيبوا حاجتهم من الدولاب ويحطوا حاجتهم من الدولاب ويعتمدوا على نفسهم. لازم عشان تخليهم يعتمدوا على نفسهم لازم تديهم الطريقة والوسيلة. الدولاب طول ما هو متطبق تطبيقة عادية بيبقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده، لمجرد انك تجيبي حاجة او تحطي حاجة، او حد بس منهم يفكر يجيب حاجة. لو عندك طفل ما عنده 19 سنين عادي بيقدر يجيب حاجة من دولابه. ده بيبقى المنظر مهما تطبقي فيه، لان التطبيقة العادية اللي فوق بعضيها ده بيبقى اخرتها، سواء انت اللي بتتعاملي مع الدولاب او الاولاد. فتعالي نقول فكرتين كده الاتنين احلى من بعض، واحدة للبنات واحدة للصبيان. تمام. في البداية طبعا هنفضي الدولاب كله من كل اللي فيه، بس ضرفة ضرفة مش الضرفتين مع بعض. وبعدين تعالي نشوف الفكرة اللي هنعملها. هقولها لك باختصار ومن غير ما اطول عليك الفيديو، هوريك المنظر قبل وبعد. بصوا الحاجات كانت متطبقة، بس بمجرد ما بتدوري على حاجة او حد من الاولاد بيدور على حاجة الدنيا خلاص. دي كده اول فكرة، والفكرة دي للبنات. وهقول لكم ليه للبنات حاجة غير الصبيان. زي ما انت شايفة كده استخدمت منظمات، دي منظمات كرتون وعملتها بورق ستيكر. المطبخ زي ما انتوا شايفين كده اللي بيبقى ملون دوت. ممكن تشتري منظمات عادية، بس انا لما باجي اعمل فكرة بحب استخدم الادوات اللي موجودة عندي. لما تنجح معايا الفكرة ساعتها اشتري لها منظمات. وطبقت الهدوم بالتطبيقة اللي انتوا شايفينها دي، وطبقيها على طول البوكس اللي عندك، سواء يعني انت اللي عاملاه في البيت زي ما انا عاملاه كده او منظم. المهم تبقى الهدوم بارزة لبره كده شوية علشان خاطر تبقى واضحة. هتعملي مثلا منظم للداخلي، منظم للترنجات، منظم للخروج اللي بننزل بيها الشارع. وهيبقى الموضوع سهل جدا جدا. حتى لو الطفل صغير وعنده 5 سنين تخليه يعتمد على نفسه ويجيب حاجته من الدولاب بنفسه ويحطها بنفسه. الفكرة دي كويسة للبنات لأن البنات تقدر تطبق التطبيقة الصغيرة دي وتحطها مهما كان سنها صغير. سهل لو هي مش عارفة تجيب حاجة تجيبلك البوكس لحد عندك. يعني بصي سهل جدا ان انت تدخلي البوكس وتخرجي البوكس. تطبقي غسيل تجيبيه جنبك كده على الكنبة وتحطي فيه الهدوم اللي انت عايزاه. واخد مساحة كبيرة جدا، يعني بصوا كان واخد هدوم كتير جدا ولسه فيه مساحة في الصناديق. في البوكسات دي يعني، لان طبعا لسه فيه هدوم مغسولة، هدوم في الغسيل، هدوم ملبوسة كده. تعالوا نقول بقى الفكرة التانية، ودي تنفع اكتر للصبيان، لان الصبيان لا هيطبقوا ولا يحطوا في بوكسات ولا هيعملوا اي حاجة مهما كان سنهم. فعملت لهم النظام دوت، نظام انك تلفي الهدوم كده مدورة. دي هتبقى سهلة جدا. اولا كل حاجة واضحة قدامه، لان حتى لو في البوكسات هيقعد يقولك فين، مش شايف، مش عارف الترنج فين. انت الصبيان كده وانت عارفة. وهنطبق الهدوم بطريقة مدورة كده زي ما انت شايفة. هو هيطبق برضو بنفس الطريقة دي، هيبقى سهل عليه ان الحاجة واضحة قدامه، وسهل عليه ان ياخد الحاجة ويحط الحاجة. وسهل عليه ان لو في حاجة في ايده مثلا جابها وطلعت مش هي دي اللي عايزها، هدومه المفروض بتاعته يطبقها، هيطبقها مدورة كده زي ما انت شايفة هيحطها. سهل عليه جدا ان هو يبقى متعاون ويبقى بيستخدم حاجته بطريقة سهلة وبيحطها بطريقة سهلة. زي ما انت شايفة كده لو التيشيرت ينفع تقلبيه كده زي ما انا قلبته، بحيث يبقى ماسك نفسه تمام. مش هينفع هتدوريه كده تدوير عادية جدا والاتنين مش هيفكوا ومش هيبقى فيهم اي مشكلة. هوريكي بس كام تطبيقة كده للبناطيل مثلا. بصي بوريكي انك لو خدتي حاجة مثلا مفيش اي حاجة، يعني الرصة مش هتقع. زي الهدوم لما بتبقى متطبقة عادي وبتيجي تطلعي حاجة من النص بتبقى الدنيا كلها بتقع. فالطريقتين دول احلى من بعض، ان الهدوم كده تبقى مدورة، والطريقة التانية اللي هي بتبقى الهدوم في البوكس كده متطبقة وواضحة كلها قدامك. الطريقتين دول احلى من بعض، بس انا شايفة الطريقة دي حلوة للصبيان والطريقة التانية حلوة للبنات. وهنعمل كده بوكس للداخلي للفانلات والبوكسرات والحاجات اللي زي دي، علشان خاطر تبقى واضحة اكتر، لانها بتبقى قطع صغيرة ما تبقاش تايهة برضو في وسط الدولاب. فكده الدولاب هيبقى متنظم اكتر، تبقى الحاجات اللي الداخلي اللي زي دي في بوكس والباقي كله محطوط كده. وزي ما انت شايفة في مساحة كبيرة لسه. فالفكرة دي تبقى حلوة جدا للشتوي. وتعالي بقى اوريكي شوية كده بناطيل. لو هتلفيها كده زي ما هي انا لفيتها كده وتحطيها عادي هتبقى ماسكه نفسها، وهو هيلفها بالطريقه دي. وزي ما انت شايفه كده في بعض البناطيل ينفع تتنيها الناحيه التانية، وبعض التيشيرتات ينفع تتنيها تانية زي ما انا تنيتها كده عشان تبقى ماسكه نفسها. وفي تيشيرتات او بناطيل مش هتنفع، فما فيش مشكله.
وبصي برضو الطريقة دي للبناطيل بتبقى حلوة جدا، بالذات الجينز عشان ما تتفنكش كده في قلب الدولاب. دي هتبقى رصة ايدك، هو هيلف الحاجة عادي كده من غير اي حاجة. بصي دي رصة ايده، هو خد البنطلون ورجعه تاني ملفوف عادي. ده رجله صغيرة مش هينفع نعمل فيه الطريقة دي، بس هو ملفوف عادي وماسك نفسه عادي، واي حاجة هيجيبها هتفضل موجودة. قولولي كده في التعليقات ايه رأيكم في الفكرتين دول. الدنيا كده منظمة، يلا ابدأي اعمليهم دلوقتي وفنطي الدولاب، وشيلي اللي خلاص مش هيلبسوه ما يلبسوهوش طول الصيف خلاص، واللي صغر واللي عايزة تشحتيه واللي الكلام دوت كل ده هينفعك وانتي بتنزلي الصيفي وتطلعي الشتوي. الدنيا مترتبة جدا قدامك. طبعا ده مش صيفي بس، ده صيفي على خريفي، انا دايما بسيب خريفي، فده صيفي شوية على خريفي. زي ما انت شايفة الدنيا متنظمة قدامك. لما هتيجي بقى تطلعي الصيفي قصدي الشتوي وتحطي الصيفي، خلاص الصيفي متنظم وهتشيليه على طول، مش هتحتاجي لسه تفرزي وتشيلي وتحطي. وانت بتحطي الشتوي برضك هتفرزيه اللي مش محتاجاه، مفيش داعي يتحط في الدولاب. فانتي بالطريقة دي هتبقي روقتي الدولاب وسهلتي على نفسك كمان الصيف والشتوي. وقوليلي ايه رأيكم بالمنظر الاولاني اللي كان في الدولاب، والله كان كل شوية بيتطبق كل شوية. والمنظر التاني اللي وصلنا له. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة.